السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعيني. أنا النهاردة جاي أقول لكم على تخليصة هتتخلصوا بيها سهلة جدا بضربة عصاية. إزاي تتخلص من ضربة عصاية في دقيقة؟ حاجة بسيطة جدا وسهلة، بس تابعوني كابتن حليم العزيري. دلوقتي هشرح لكم خبطة. مثلا واحد جايب العصايه، اول حاجه اللي ماسك العصايه بيضرب كده. بيضرب ايه؟ بيضرب كده اهو. تمام؟ حسام طبعا عارفها، متعلمها اهي. شوف حسام عمل ايه؟ طيب حسام هيضرب، خليك من عندك يا حسام. حسام هيضرب ازاي؟ عايزك تضربها على البطيء عشان الناس تشوفها وتعرفها. الوقت لما حسام بيضرب انا واقف لحسام اهو، اضرب يا حسام. شوف انا خدت العصايه فين؟ لما انا اخد العصايه كده اهي اهي، انا باخدها كده على البطيء، يعني باخد العصايه بحيث ان هي ايه، هو هيضرب اهو. اضرب يا حسام. باخدها كده. ساعة ما اخد العصايه كده عمرها ما هتبقى فيها خبط. اولا لو خبطه جامده هتبقى في اللحم مش هتوجع. بعد ما باخد الخبطه كده اهي. تاني يا حسام اهو اهو. رحت ازاي؟ يبقى الخبطه اللي انا باخدها، الخبطه بمتصها زي ما بيقولوا كده ايه، بمتص الخبطه. يعني لو انا واقف الخبطه جت لي هنا ممكن تكسر لي دراعي، لو جت لي هنا او هنا او هنا هتعورني. طيب انا بعمل ايه؟ ايدي دي بحاول اخد بقى ضربه عشان اخد الضربه فين؟ تاني احس اهو. وبكده يبقى انا عرفتك تتخلص ازاي من العصايه. وبتمنى من كل اللي ما تابعنيش على قناه حليم العزيري يتابعني، واللي عايز يسال اي حاجه يكتب لي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.